مساء الخير يا دكاترة. يا رب دايما تكونوا بخير إن شاء الله، وربنا معاكم ويوفقكم في كل اللي جاي بإذن الله. هنبتدي مع بعض إن شاء الله النهاردة محاضرة الميكروبيولوجي إن شاء الله في العملي لشرح سنة تانية طب. طيب إحنا هنبدأ بإيه؟ هنبدأ جي أي تي تراكت. خلاص، يبقى إحنا عندنا في الموديول ده بندرس مين؟ بندرس الجهاز الهضمي. طيب هندرس إيه في الجهاز الهضمي يا سيدي في عمل الميكروبيولوجي؟ تعال ناخد مع بعض البكتيريات أصلا اللي إحنا خدناها مع بعض. بص يا سيدي، البكتيريات اللي عندنا يا سيدي اسمها ايه؟ الجي اي تراكت. تمام. طيب الجهاز الهضمي عباره عن بكتيريات شكلها ايه؟ البكتيريات اللي عندنا احنا عندنا بالظبط 3 بكتيريات. خلاص، واحده اسمها ايشيريشيا كولاي، تمام، واثنين تانيين اسمهم سالمونيلا اند شيجل. وهيقول لك السالمونيلا دي في منها ايه؟ 3 انواع او 4 انواع. واحده اسمها سالمونيلا طيفي، وواحده اسمها بارا طيفي. والبارا طيفي بتتقسم 3 انواع، A و B و C. C دي مش موجودة كتير فما تهمنيش قوي. خلاص، يبقى احنا عندنا كام بكتيريا؟ طيفي والبارا طيفي A و B. وهنا مين؟ وهنا الاشيريشيا كولاي. ايه تقسيمتهم دي بقى؟ ايه اللي يفرق لي دي عن ديت عشان اقدر اعرفهم في العملية؟ بقول لك يا سيدي الايشيريشيا كولاي فيها حرف الكي، فيقول لك دي ايه يا عم الحاج؟ دي حاجة اسمها لاكتوز فيرمنتر. يعني ايه لاكتوز فيرمنتر؟ لما بحط عليها الشجر حاجه اسمها تخمر للسكر. السكر ده عندنا انواع، خلاص هناخده دلوقتي، اللي هو الجلوكوز والمنوز والمنايت واللاكتوز والكلام ده كله. لما احط عليها اللاكتوز، خلاص، تخلي اللاكتوز باللون الاحمر. خلاص، يبقى اللون الاحمر لاكتوز فيرمنتر. لما بحطها على مين؟ على ميديا اسمها الماكونكي ميديا. يبقى كلها حاجات بحرف الكي. يبقى الماكونكي، خلاص، الماكونكي اهو بحرف الكي، بيخليها احمر بحرف الحاء اللي هو الحاء اللي هو حرف السي، يعني اللي هو حرف السي مثلا. خلاص، بيخليها احمر. خلاص، ودي يعتبر انك لاكتوز فيرمنتر فيها حرف الكاف، لانها اشيريشيا كولاي فيها حرف الكاف، كلهم فيهم حرف الكاف اهو. خلاص، حلو الكلام. يبقى ده مين؟ ده الاشيريشيا كولاي. يبقى الاشيريشيا كولاي يا سيدي دي مين؟ دي لاكتوز فيرمنتر. طب دولت نون لاكتوز فيرمنتر، لو حطيت عليهم اللاكتوز ما بيعملوش تخمر. ما بيعملوش ايه؟ تخمر. تمام. طب لما احطها على الماكونكي، تظهر باللون اهو، تظهر باللون الاصفر. حلو الكلام، حلو الكلام. ده المعظم، التفريع الاعظم، ودي التيست الاعظم بالنسبه لنا. ماشي الكلام، ماشي الكلام. طيب لو جبت لك شويه انابيب يا سيدي، وحطيت لك فيهم يا عم الحاج ده لاكتوز فيرمنتر، خلاص، يبقى ديت هتلاقيهم عاملين تخمر لسكر اللاكتوز. انما دولت مستحيل يكونوا عاملين تخمر لسكر اللاكتوز. تمام. طيب دول مش عاملين تخمر لسكر لاكتوز، بس انا هفرق ازاي الطيفي عن البارا طيفي؟ قال لك هتفرق الطيفي عن البارا طيفي ان الطيفي يا سيدي هتلاقيها بتطلع اسيد بس، لا بتطلع حمض فقط. لما بتعمل تخمر بتطلع اسيد فقط. انما البارا طيفي دي الكلمه الكبيره، بتطلع اسيد حمض، وبتطلع كمان غاز. يبقى بتطلع اسيد وايه؟ وجاز. طب انا اعرف منين الجاز ده يا دكتور؟ ادي الانبوبه بتاعتك، وهتلاقي انبوبه معكوسه اهو. الانبوبه المعكوسه ديت لو فيها اسيد وجاز فهتلاقي كل البتاع ايه؟ كل البتاع مصفره او محمره، يبقى مش هتلاقي هنا فقاقيع ولا حاجه. انما لو الانبوبه بتاعتك فيها اسيد وجاز، دي لو فيها اسيد بس يبقى دي مين؟ دي يبقى طيف. خلاص، يبقى دي يا عم اهيت يا عم، وعندك نوت حاجه مقلوبه، هتلاقي الحته ديت ملانه، والحته اللي فوق ديت فاضيه فيها فقاقيع. لو لقيت فقاقيع يبقى هي بتطلع اسيد وايه؟ اسيد وجاز. خلاص، اسيد وجاز يبقى مين؟ بارا طيف الكبير، بارا طيف. دي مراجعه ايه؟ سريعه على الكلام. يبقى الجي اي تي بيتقسم لاكتوز فيرمنتر نون لاكتوز فيرمنتر. لاكتوز فيرمنتر فيها حرف الكاف تبقى شيريشيا كولاي، لما بتنمو على مين؟ على حرف الكاف اللي هو الماكونكي. طب ده لما بتنمو على الماكونكي، لا دي ما فيهاش فيها حرف الكاف، سالمونيلا وشيجيلا ما فيهمش حرف الكاف، يبقى نون لاكتوز فيرمنتر. طب انا عايز افرق الطيفي من البارا طيفي، قال لك تعمل تيست اسمه تخمر السكر. تخمر السكر ده يخمر كل السكر ما عدا اللاكتوز. طب افرق الطيفي من البارا طيفي ازاي؟ قال لك الطيفي بتطلع حمض،
انما الباراتايفي بتطلع حمض وغاز. هعرف الغاز ازاي؟ هلاقي انبوبه مقفوله مقلوبه وفيها شويه فقاقيع. حلو الكلام، حلو الكلام. طب حلو، في تيستات تانية؟ قال لك في تيستات تانية موجوده فين يا عم؟ تعالى ناخدها على ايه؟ على البي دي اف بتاعنا. عشان تعمل يا سيدي، عشان تشخص اي بكتيريا عندنا في الدنيا، خلاص هتمشي بخطوات ثابته. اول حاجه بتعمل ايه؟ بتاخد سبيسمن، العينه، بعد كده بتحطها تحت الميكروسكوب. طب ده الكلام ده يهمني؟ لا، ده انا مطلوب مني شويه اسئله عايز بس المهم. طيب حلو، وبعدين بعمل شويه بايوكيميكال رياكشن، شويه تفاعلات. اول حاجه احطها على كالشر. احطها على مين؟ كالشر اليمين المزرعه. اول مزرعه عندنا الماكونكي. طب الماكونكي ده يا عم الحاج بدي بينك. بينك يعني ايه؟ احمر. قلت لك بينك بحرف الكاف، خلاص يبقى ده لاكتوز فيرمنتر بحرف الكاف. من اللاكتوز فيرمنتر حرف الكاف برضه يبقى اشيريشيا كولاي. 3 بحرف الكاف اهو. حلو الكلام. طب نوع الماكونكي دي عشان يجي لك في سؤال، الماكونكي نوعها سيلكتيف اند ديفرنشال ميديا. يعني ايه سيلكتيف ديفرنشال ميديا؟ يعني تنمو عليها بكتيريا واحده فقط هي الاشيريشيا كولاي، لا تسمح بنمو اي بكتيريا اخرى. يبقى سيلكتيف يعني خصوصيه، بتسمح بنمو البكتيريا الوحيده عندنا الاشيريشيا كولاي، ولا تسمح بنمو اي بكتيريا ثانيه لما بتطلع بينك كله. طب لما بتطلع اصفر تسمح بنمو السالمونيلا والشيجيلا، ولا تسمح بنمو اي بكتيريا اخرى. طب ممكن نعمل تيستات ثانيه، هل في كلتشرز ثانيه؟ مزارع ثانيه؟ قال لك في واحده اسمها اي ام بي. خلاص، الايثيلين والميثيلين بلو، خلاص، او الايوسين والميثيلين بلو. طب حلو، طب دي بتطلع مين؟ قال لك بتطلع، شفت الحتت دي؟ حتت سوداء، يبقى دارك كولونيز، مستعمرات سوداء وعليها حتت شرايط خضراء وسجرين ميتاليك شين، خلاص، وعليها شرايح خضراء. يبقى طلعت لي حتت سوداء وعليها شرايح خضراء، يبقى دي برضو مين؟ دي الاشيريشيا كولاي. يبقى حرف الجي شبه حرف السي بتاع الكولاي، خلاص. يبقى دي بتطلع جرين ودارك حتت سوداء، خلاص. يبقى الدارك بتاعت الاشيريشيا كولاي. عشان في هناخد واحده دلوقتي اسمها بي اس اي، خلاص، دي بتاعت السالمونيلا. الاي ام بي يا عم الحاج برضه سيلكتيف اند ديفرنشال ميديا. سيلكتيف سبستانس هي مين بقى؟ تو ستينز، الايوسين والميثيلين بلو. عشان لو قال لك مين السيلكتيف سبستانس هي متسميه على اسمها، ايوسين وميثيلين بلو. طيب تمام. طب السيلكتيف سبستانس بتاع الماكونكي مين؟ هو حاجه اسمها البايل سولتس. البايل سولتس اللي هي مين؟ اللي هي العصاره الصفراويه او املاح الصفراء. طيب كده يا عم الحاج الكولنس. طب الكولنس دي لما بحطها تحت الميكروسكوب، لما بسبخها بالجرام ستين، قال لك لو سبختها بالجرام ستين هتلاقي الاشيريشيا كولاي خدناها في النظري، هيقول لك دي جرام نيجاتيف باسيلاي. جرام نيجاتيف باسيلاي بتظهر تحت الميكروسكوب باللون الاحمر لانها نيجاتيف، خلاص، لان البوزيتيف بتظهر باللون مين؟ باللون الفيولت. تمام. طيب وباسيلاي عرفت يعني ايه؟ باسيلاي يعني حتت كده شرايط بسل، يبقى دي جرام نيجاتيف باسيلاي. وجات لك الشريحه دي في الامتحان تقول له ايه؟ اشيريشيا كولاي. مش هتقول له اشيريشيا كولاي على فكره، هتقول له جرام نيجاتيف باسيلاي، لان الجرام نيجاتيف باسيلاي برضه السالمونيلا لو الشيجيلا جرام نيجاتيف باسيلاي. ايش عرفني دي انها دي او دي؟ طب دي الصبغه مين؟ الجرام ستين. عرفت منين الجرام ستين؟ لانها بالاحمر والازرق. اخر واحد بعمله يا سيدي للاشيريشيا كولاي حاجه اسمها ايه؟ التي اس اي، اللي هو التريبل شوجر اير. بحط عليها حديد وبحط عليها سكر وبشوف ايه اللي هيحصل، خلاص. بص يا سيدي، بتطلع لك حته تحت كده بنسميها بط، وبتطلع لك شريط فوق بنسميه سلانت، تمام. طب البط والسلانت شكلهم اصفر، يبقى لما البط والسلانت يكون شكلهم اصفر يبقى دي الاشيريشيا كولاي. يبقى الاسيد سلانت والاسيد ايه؟ والاسيد بط. اسيد سلانت واسيد بط. اسيد يعني ايه؟ حمض. حمض بيظهر باللون الاصفر اهو. حلو تمام. اللي بعد كده اخر تيست الاشيريشيا كولاي حاجه اسمها الانفيك. انفيك، حلو. قال لك الانفيك ده يا سيدي، الانفيك ده اللي هو الاندول والميثايل والفوجاس والستريت. الفوجاس بروسكير والايه؟ الستريت. هنجمعهم في كلمه كافامين. ك، السي والفي والام والاي، كافامين، خلاص. طيب قال لك كافامي ده الاشيريشيا كولاي حرف السي في الاول ولا في الاخر؟ قال لك لا ده في الاخر لان في كلمه قبلها اشيريشيا، خلاص. يبقى طالما حرف السي اللي في الاخر واحنا جايبين كلمه كافامي، يبقى الام والاي هم اللي بوزيتيف واول اتنين نيجاتيف.
لان هناخدها بعد كده في حاجه اسمها كليبسيلا، ده هناخدها في شابتر الريسبيراتور. كليبسيلا، الكليبسيلا ديت برضو بتعمل لها الكفامي، خلاص بتعمل لها الانفيت. تمام. الكليبسيلا الكيف الاول، فيقول لك اول 2 بوزيتيف واخر 2 نيجاتيف. حلو الكلام، حلو الكلام. وهيتعمل في واحده كمان اسمها ستروماكتور. تمام. يبقى الوقت كافامي الاشيريشيا كولاي، السي فين في الاخر، يبقى اخر 2 هم البوزيتيف. طيب الاندول ده بيقول لك بيحول التريبتوفان لاندول. الميثايل ريد، خلاص دي ميكسد اسيد فيرمنتيشن، مش مهم الكلام ده يعني. الفوجاس خلاص بيحول مين، بيحولك عشان يطلع اسيتون. الستريت برضه عشان يدي لها مين، يدي لها الكربون ايه، الكربون سورس او الجزء الكربون بتاعها اهو يا عم، مكتوب لك نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. خلاص بص كفامي مش موجوده الا بوزيتيف مع الاشيريشيا كولاي فقط. خلاص يعني انت لو جالك كلمه انفيك هتكتب له ايه، ده الاشيريشيا كولاي يا عم وانت مغمض. بس ممكن يسالك يا عم الحاج الاشيريشيا كولاي مين اللي بوزيتيف ومين اللي نيجاتيف، يبقى انت كده عارف كلمه كفامي. خلاص الام والاي طالما الكي في الاخر يبقى الام والاي هم اللي ايه، هم اللي بوزيتيف. طيب افرض بقى احنا زرعنا على الماكونكي بس طلع لون اصفر. قلت لك لون اصفر يبقى دي مين، يبقى دي بيل يلو كولينز. تمام. يبقى دي نون لاكتوز فيرمنتر اللي هم مين، الاثنين اللي ما فيش فيهم حرف الكي، السالمونيلا والشيجيلا. طيب يا عم لو انت قلت ان دي سالمونيلا وشيجيلا لازم تحط على انريتشمنت ميدي بيئه غنيه، اللي هي مين، اللي هي الاس والاس، السيلينات والتترا ايه، الاس والتي، السيلينات التتراسيونات، قبل ما تزرعه على الماكونكي. ليه؟ عشان ينقوا لك من الشوائب. خدنا الوقت من شويه حاجه اسمها ام بي اللي زيها بالظبط البي اس اي اللي هو البسمه السلفيت اجار. طب البسمه السلفيت اجار ده بيعمل ايه؟ بيطلع حاجات من بني لاسود كده. يبقى دي مين؟ دي السالمونيلا. يبقى لو من بني لاسود يبقى دي السالمونيلا. انما الاشيريشيا كولاي من شويه كانت بتطلع ايه؟ حاجات سوداء وعليها حاجات خضراء. البسمه السلفيت يا عم سيلكتيف ميديا برضه، يبقى يسالك على الميديا بتاعتها دي سيلكتيف ميديا. انما اللي فاتوا من ماكونكي دولت كانوا سيلكتيف وايه؟ وديفرنشال. من السلكتيف سبستانس بقى في الحاله ديت حاجه اسمها البيريلانت جرين. البيريلانت جرين، بيرلانت يعني ايه؟ يعني تحس انها بتلمع. بيرلانت يعني بيلمع. خلاص جرين لان فيها اللون الاخضر، فيها خضار شويه. بعد كده يا سيدي احطها تحت الميكروسكوب واصبغها بالجرام ستين. هتطلع مين؟ قلت لك كلهم جرام نيجاتيف بس النقط. يبقى هتطلع لون احمر اهوت يا عم، نفس الشريحه بالظبط اللي فاتت، يبقى سالمونيلا وشيجيلا. بعد كده خلاص بنعمل برضو تي اس اي زي اللي فات. انما التي اس اي اللي فات طلع ايه؟ قال لك التي اس اي اللي فات طلع كله اصفر. طب التي اس اي ايه ده؟ قال لك يا عم هيطلع البوت اصفر. لو طلع البوت اصفر والسلانت احمر يبقى السلانت احمر. احمر يعني ايه؟ احمر يا عم بالنسبه لهم يعني الكلاين، يبقى الكلاين سلانت بس اسيد بوت. يبقى دي مين؟ قال لك دي يا سيدي بتحدث مع البكتيريتين دول الشيجيلا ومش الطيف، لا قال لك ده البارا طيفي ايه، لان الطيفي والبارا طيفي بي ما بيطلعوش الكلام ده. قال لك ليه؟ لان الطيف ديت عندها عندها انزيم بيطلع غاز سام اسمه ال H2S، بيصبغ لك البوت باللون الاسود. بيصبغ لك البوت باللون ايه؟ الاسود. يبقى البوت لما بيصبغ اسود يا عم بسبب ال H2S. لو جات لك في الام سي كيو البلاك ده بسبب مين؟ تقول ال H2S. طب اللي فوق احمر يبقى ده الكلاين. يبقى الالكلاين يا عم الحاج فوق بسبب مين؟ تمام. يبقى الالكلاين اهو الكلاين وبيقول لك فيه شويه صفار، بقول لك الكلاين اسيد. تمام تمام. الكلاين اسيد سلانت و H2S يديك بلاك بوت. يبقى ده السالمونيلا تايف والبارا تايف بي. ماشي الكلام. تمام يا عم الحاج. طب ال H2S ده قلنا ايه؟ قلنا ده الغاز يا عم الحاج اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع السلفر ده، اللي هو اسمه اللهم صل على محمد، اسمه كبريتيد الايه؟ الهيدروجين. خلاص كنا بناخده في الثانوي يعني بيطلع لون ايه؟ لون اسود. يبقى التي اس اي في حاله يا عم الحاج السالمونيلا قال لك بتختلف حاله السالمونيلا والشيجيلا.
قال لك لو طلعت لك يا سيدي حته حمراء فوق وحته صفراء تحت، خلاص احمر اصفر احمر اصفر، خلاص يبقى دي مين؟ يبقى دي الكبيره الباراطيفي بس الاولانيه والشجل. قال لك يا عم لان الطيفي والباراطيفي بي بتطلع حاجات سوداء، خلاص فالحاجات السوداء دي اللي عن طريق الاتش 2 اس، يبقى دي طيفي وباراطيفي بي. خلاص لازم تعرف ان الطيفي والباراطيفي بي عندهم الانزيم اللي بيطلع البلاك بوت عن طريق مين؟ كبريتيد الهيدروجين. بعد كده الشوجر فيرمنتيشن. يعني ايه يا عم شوجر فيرمنتيشن؟ شوجر فيرمنتيشن يعني تخمر السكر. قال لك الشجله دي عندنا 4 انواع. اول واحده شجله ديزنتير، بعد كده 2 مع بعض اسمهم فليكسينيري وبويدي، بعد كده سونياي، وبنسمي سونيا دي سونيا الخاينه. اقول لك يعني ايه خاينه الوقت. طيب متجمعين في كلمه جمل، جي ام ال، جلوكوز مانايت لاكتوز، جمل. طب انت هتشوف جمل، خلاص لو لقيت الجمل الجي بس هي اللي حمراء يبقى دي ديزنتير، لو لقيت الجي والام يبقى دي فليكسينيري وبويدي، لو لقيت الجي والام والال كلهم حمر يبقى دي السونياي. هقول لك خاينه ليه؟ خاينه يا باشا لان انا قلت لك كل الشجله نون لاكتوز فيرمنتر ما عدا الشجله سونياي بتبقى ليت فيرمنتيشن، بتعمل فيرمنتيشن للاكتوز بس متاخر شويه. حلو الكلام حلو الكلام. يبقى انت لو جالك الصوره دي في الامتحان يبقى دي مين يا عم الحاج؟ ديزنتيري، بتيجي في الامتحان على طول الكلام ده. خلاص طب ديت الاثنين مع بعض يبقى دي ديزنتيري، يبقى دي فليكسينير وبويد، اثنين يبقى اثنين بكتيريتين، فليكسينير وبويد، خلاص اثنين حمر يبقى اثنين ايه؟ بكتيريتين. الجي والام والال دي يبقى دي مين؟ سونيا الخاين. سونيا مين؟ الخاين. طب السالمونيلا، تعالى يا باشا السالمونيلا. السالمونيلا يا سعاده الباشا خلاص المفروض ان السالمونيلا نون لاكتوز فيرمنتر اهو، نون لاكتوز فيرمنتر، يبقى كل اللاكتوز بوضه اهو، كل اللاكتوز ايه؟ ابيض. طب حلو. طب السالمونيلا بتعمل ايه؟ بتعمل فيرمنتيشن لكل السكريات ما عدا مين؟ ما عدا اللاكتوز. طيب حلو. بص بقى هنا وبص لي هنا، الصورتين دولت لازم تفرقهم عن بعض. ليه؟ لان قال لك يا سيدي في الحاله ده بص الصوره دي كده، انا مش قلت لك في انبوبه مقلوبه؟ في انبوبه مقلوبه، بس الانبوبه المقلوبه هنا مليانه غاز، يبقى دي اسيد فقط، يبقى دي السالمونيلا طيب. يبقى السالمونيلا طيب يا سعاده الباشا هتطلع مين؟ هتطلع اسيد فقط. طب انا اشوفها يا عم الحاج على البكتيريا ازاي؟ خلاص طب انا هعرفها منين كمان؟ عارف لو شفت ده، يعني انت لو جالك الصوره دي في الامتحان دي ايه؟ دي سالمونيلا طيفي من غير ما انت من غير ما تفكر. حلو الكلام حلو الكلام. طب ليه يا عم الحاج؟ طب ليه دي سالمونيلا طيفي؟ بص اسود، قلت لك مين اللي بيطلع اسود؟ ديت والبارا طيفي بي. طب حلو الكلام تمام، بس ده على فكره ممكن تكون بارا طيفي بي. هتقول لي ليه؟ اقول لك يا باشا احنا عايزين نفرق الطيفي عن الباراطيفي. ليه؟ عن طريق الانبوبه اللي مقلوبه. لو الانبوبه اللي مقلوبه فيها غاز يبقى دي باراطيفي، طب لو ما فيهاش غاز تبقى دي طيفي. طب دي باراطيفي، بس باراطيفي ايه ولا بي؟ قال لك لا دي بي، دي ايه اسف، خلاص او ممكن تطلع بي. ليه؟ لان انت ما فرقتهمش عن طريق تي اس اي. حلو الكلام. يبقى انت لو ما عندكش تي اس اي يبقى انت عندك باراطيفي ايه وبي موجودين، يبقى ده الاسيد والجاز اهي يا عم الحاج، خلاص ومفيش اي حاجه ثانيه ونيجاتيف، يبقى ده الباراطيفي ايه. لو عملتها على التي اس اي بقت نيجاتيف يبقى دي الباراطيفي ايه. طب لو طلعت بوزيتيف على التي اس اي يبقى انت يا عم الحاج وطلع اسيد وجاز يبقى ده الباراطيفي بي. طب لو طلع اسيد بس يبقى دي الطيف. هفرقهم ازاي؟ دي قدامك اهي فيها غاز، دي فيها غاز قدامك اهو، خلاص يبقى دي مين؟ يبقى دي يا عم الحاج لان التي اس اي طالع باللون الاسود طالع يبقى ده بوزيتيف، خلاص يبقى دي الباراطيفي بي. طب لو ما كانش في غاز هنا يبقى دي بقت طيف. طيب طب دي فيها غاز على طول يبقى دي الباراطيف، بس انهي باراطيف فيهم؟ قال لك يا عم ان مفيش تي اس اي فما اقدرش افرق، لو في تي اس اي اقدر افرق، يبقى دي باراطيف ايه وبي. طب اللي فوق خالص ديت، اللي فوق خالص دي اسيد فقط، يبقى دي مين؟ يبقى دي طيف. بعد كده يا باشا في حاجه يا عم الحاج، خلاص كده احنا خلصنا مين؟ خلصنا المطلوب مننا في الجزء ده. بعد كده في حاجه مميزه قوي عشان تشخص التيفود، حمى التيفود. طب مين اللي بيعمل حمى التيفود؟ السالمونيلا طيفي والباراطيفي اي وبي. خلاص التيفود عن طريق التايف اي، والباراطيفويد فيفر عن طريق الاي والبي. الباراطيف اي وبي.
عشان تشخصهم في تيست مميز قوي اسمه ايه؟ اسمه الفيدال تيست. اهو الفيدال تيست لازم تعرف يا عم الحاج بيتعمل ازاي. الفيدال تيست هيقول لك احنا بنجيب انبوبه وبنستنى يحصل فيها تجلط، فيسموه تيوب لانه في انبوبه. اجلوتينيشن يعني تجلط، تيست. طب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على انك تاخد الاجسام المضاده من الانسان خلاص، وتقعد تخفف فيها. تقعد تعمل ايه؟ تخففها. ليه؟ لان انت كده كده اتصبت كانسان، اتصبت في يوم من الايام بالتيفود. طيب ايه اللي يقول ان انا عندي تيفود ولا لا؟ لما يكون حاجه اسمها تتر زايد. ايه التتر ده؟ لما انا هجيب العينه وبعدين اقوم مخففها، بقيت الوقت نص تخفيف، بعد كده ربع تخفيف، بعد كده تمن تخفيف. لو انا لقيت في التمن تخفيف دوت انتي بوديز لسه، معنى كده انت مصاب، معنى كده انت التتر عندك عالي قوي. يبقى التتر ده ايه تعريفه؟ قال لك يا عم الحاج ده الهايست ديليوشن اللي يديك انديكيشن. يبقى اعلى تخفيف يديك ان انت عندك ايه؟ ان انت لسه عندك انتي بوديز، يبقى انت كده الانتي بوديز عندك عاليه جدا في جسمك، فانت كده مصاب. طب التتر ده بيطلع ضد مين ومين؟ قال لك بيطلع ضد الاو انتيجين وضد الاتش انتيجين. لو طلع ضد الاو انتيجين يا عم والتتر كان عالي، يبقى انت عندك عدوى حالا. طب لو طلع ضد الاتش، قال لك انت عندك حاجه من اتنين، يا انت كنت مصاب قبل كده، يا اما انت واخد من التطعيم الفاكسينيشن. حلو الكلام ده، اسمه سلايد اجلوتينيشن تيست. التيوب اجلوتينيشن تيست ممكن يتعمل على شريحه فتسميه سلايد. البرنسبل بتاع التيست اللي انا قلت لك اهو، لو الانتي بودي بريزنت في البيشنت سيرم خلاص، ات ويل رياكت مع مين؟ مع الانتيجين اللي موجود، ويعمل ريجنت. ريجنت يعني ايه؟ يطلع من يطلع ايه؟ يطلع زي ايه؟ حاجه او راصد كده. جيف اجلوتينيشن او بيديك ايه؟ ترسيب في الانبوب. ايه بقى التخفيف اللي نقول عليه ان انت بوزيتيف في مصر؟ خلاص قال لك يا عم الحاج سيفرال تيست او سيت اوف ايه؟ تيست تيوبس. بتجيب تيست تيوبس جنبيها جنب بعضها كده. ده لو 1 على 20 اللي بعده 1 على 40، 1 على 80، 1 على 160 وهكذا. خلاص التتر اهو اكبر ديليوشن اوف ذا سيرم يديك مين؟ يديك اجلوتينيشن، يديك مين؟ يديك تفاعل. رايزنج تيست انديكيت يقول لك ان في انتريك فيبر. خلاص لما بتعمل عينتين في 10 ايام بينهم 10 ايام، لو الاو مرتفع يبقى دي يقول لك اكتيف انفكشن عدوى حالا، لو الاتش هو اللي مرتفع يبقى دي انتريك فيبر قبل كده. طب ايه التتر بقى؟ اعلى تتر يقول لك ان فيه لو اكتر من 1 على 160، وده رقم مميز لازم نحفظه. لو الاو اكتر من 1 على 160 يبقى انت عندك اكتيف انفكشن دلوقتي. طب لو الاتش اكتر من 160 يبقى انت كان عندك عدوى قبل كده او انت واخد التطعيم. اهو يا عم اهو 1 على 20، 1 على 40، 1 على 180، 1 على ايه؟ 160، وفي لسه في راس بتاعها. يبقى ده مين؟ ده بوزيتيف. بس نعرف اذا كان ده تبع الاو ولا تبع الاتش. طيب حلو، احنا كده اكتفينا؟ لا لسه في الفيدال شويه شغل. ايه هو الشغل اللي فيه؟ بص بقى، انت بيجي لك يا عم الحاج في الفيدال ده 5 انابيب. المفروض 1 2 3 4 5 المفروض ضد الاو، ضد الاتش، ضد ايه؟ ضد الطيف اسف، وضد البارا تايف ايه، وضد البارا تايف بي. دول 5 انابيب. انا بشوف لو انا عندي الاو بوزيتيف في اجلوتينيشن تحت والتايب بوزيتيف، يبقى انت دلوقتي مصاب حاليا بمين؟ مصاب حاليا بمين؟ بالسالمونيلا تايب. ليه؟ لان الاو هو اللي بوزيتيف. الاو بوزيتيف يعني التتر بتاعه عالي. طب لو الاتش هو اللي بوزيتيف وانت طايفي ايه؟ يبقى انت اتصبت قبل كده بالطايفي ايه؟ بالطايفي. حلو الكلام. طب لو الاو والايه يبقى انت اتصبت بالبارا تايف ايه. طب لو الاو والبي يبقى انت مصاب بالبارا تايف بي. طب بص لو انا دلوقتي لو انا مسحت ده، مسحت دي، تمام، وقمت عامل لك الاو بوزيتيف والاي التايف بوزيتيف والاي بوزيتيف والبي بوزيتيف، هل انت مصاب دلوقتي بكل دول؟ قال لك لا. امال ايه؟ قال لك لا ده انت واخد التطعيم، والتطعيم بيتاخد ضد الثلاثه. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. دي احنا هنستخدمها في اللي جاي.
تعال ناخد بقى الفايل بتاعنا بيقول ايه. كده احنا خلصنا كل الكلام المهم اهو يا عم. المايكرو كويستشنز. الاسئله بتقول لك ايه؟ قال لك يا عم الحاج انت قدامك الطبق ده طبق مين؟ ماكونكي. خلاص ماكونكي اجاوب. طب الماكونكي ده سيلكتيف وديفرنشال ميديا زي ما احنا قلنا. يعني مين هي الميديا يا عم اللي بتخليه سيلكتيف؟ البايل سولتس اللي هي مين؟ املاح الصفر. ماشي. بص طب اوصف لي بقى اللي عليه. ده اصفر ولا احمر؟ قال لك لا ده اصفر، يبقى ده نون لاكتوز فيرمنتر. طب مين نون لاكتوز فيرمنتر؟ اديك مين؟ يقول لك سالمونيلا وشيكل. يبقى نون لاكتوز فيرمنتر اورجانيزم باليول اورجانيزم سالمونيلا وشيكل. السؤال هيجي لك كده بالظبط كام سي كيو. طيب يا عم نيم ذا ميديا هنا. دي ماكونكي. احمر ولا اصفر؟ احمر. يبقى ده لاكتوز فيرمنتر. خلصنا. سيلكتيف وديفرنشال والبايل سولت نفس الكلام. يبقى ده لاكتوز فيرمنتر. دي الاشيريشيا كولاي. دي اي ام بي. اي ام بي بما انها بحرف الاي تبقى دي بتاع الاشيريشيا كولاي. بتطلع مين؟ اشيريشيا كولاي. يبقى انت عندك ايه؟ اسود واخضر. ايوسين وميثيلين بلو ديل بتاعه. ودي سيلكتيف وديفرنشال برضه زي اللي فات. بيطلع دارك كولنز وسجرين تشين زي ما احنا قلنا. طب دي يا عم الحاج قال لك دي بي اس اي. الاس فيها حرف الاس يبقى السل بتاع السالمونيلا. بتاع مين؟ البي اس اي بتاع السالمونيلا. دي سيلكتيف. من اللي بيستخدم فيها؟ قال لك يا عم بيديك لون اخضر زي ايه؟ لامع كده. يبقى دي اسمها بيرلانت جرين. دي الماده عشان نحفظها. بتديك براون تو بلاك كولونيز. دي بقى سالمونيلا. اعتقد الدنيا ايه اسهل دلوقتي. دي الجرام ستين احمر وازرق. يبقى دي مين؟ جرام ستين. نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ دي نيجاتيف لانها حمر. يبقى دي بس الله. هتقول له سالمونيلا ولا شيكيلا ولا شيكولا؟ لا الثلاثه ينفع. طب لو لقيت تيست وانبوبه مقفوله وفي اسلانت وفي بط يبقى ده التي اس اي. التريبل شوجر ايرون. طب لو التريبل شوجر ايرون كله اصفر يبقى دي شريش شوكولا. بقول لك اديني تيست تاني عشان افرقها عن بعضها عشان ااكد كفامي اللي هو الانفيك تيست. طيب هنقول ايه اصفر واصفر؟ دي اسيد سلانت اسيد بوت. اسيد يطلع باللون اليولو انما الالكلاين بيطلع باللون الاحمر. دي مين؟ تي اس اي بس فيها حته يا عم الحاج حمراء وتحت حته صفر. يبقى دي مين؟ دي شيجيلا وسالمونيلا باراطيفي ايه. باراطيفي ايه. انما السالمونيلا طيفي والباراطيفي بي بيبقى في حته سودا تحت. اسيد يا عم الحاج بوت والكلايمين اللي هو الريد سلانت. بيدي اسمه ايه؟ اديلي تيست عشان اكونفيرم الدايجنوز الشوجر فيرمنتيشن عشان اقول انها جلوكوز والمنوز والمنايت والكلام ده كله. التي اس اي بس فيها حته سودا يبقى دي مين؟ الطيفي ومين؟ والباراطيفي بي. اديني تيست عشان اشخص تاني اللي هو مين؟ الفيرمنتيشن. طب مين اللي بيديك يا عم الحاج الجزء دوت البلاكنينج ده؟ الاتش 2 اس اللي هو كبريتيد مين؟ الهيدروجين. مين ده؟ 4 انابيب يبقى ده كفامي لان كلمه كفامي مكتوبه اهي سي في ام ار. طب اخر 2 بوزيتيف يبقى ليش شوكولاته وما عندكش الا هي. اديني تيست تاني عشان اشخص عكسه اللي هو التي اس اي ما احنا لسه قايلينه هناك. بعد كده يا عم الحاج عندك ايه؟ شوجر فيرمنتيشن تيست. لقيت 3 انابيب يبقى دي بتاع مين؟ بتاع الشجل. يبقى الشجله 3 انابيب. اول واحده بس يبقى دي واحده. الشجله مين؟ ديزنتير. خلاص. ليه؟ بتطلع اسيد فقط. كل الشجله بتطلع غاز فقط. حمض فقط. طب الجي والام يبقى دول بكتيريتين اللي هو الفليكسينيري والبويتي. الثلاثه بس فيهم سونيا الخاينه يبقى دي السونيا اللي هي سونيا الخاينه. شوجر فيرمنتيشن بيخمر الجلوكوز بيطلع اسيد اونلي. كل نفس الكلام بالظبط. مش في كلمه زياده. طب لو لقيت 4 انابيب يبقى احنا في السالمونيلا. اعرف منين يا سيدي اذا كانت طيفي ولا بارا-طيفي؟ ابص على الانبوبه المقلوبه. لو الانبوبه المقلوبه دي نون لاكتوز فيرمنتر يبقى دي سالمونيلا. حلو. طب الانبوبه المقلوبه فيها اسيد بس يبقى دي الطيفي. كلمه واحده يبقى طيفي. خلاص. اهو شوجر فيرمنتيشن وبتخمر الجلوكوز يا عم والمالتوز والمنايت وبتطلع اسيد بس. منشن انذر تيست اعمل لي التي اس اي هتلاقي اسيد وفيه تحت حته سود. ده شوجر فيرمنتيشن تيست في حته فاضيه اهي فقاقيه يبقى دي الباراطيفي ايه. الباراطيفي ايه لانه ما دخلكش في قصه التي اس اي خالص. فيرمنتيشن للجلوكوز يا عم الحاج بتطلع اسيد وجاز. طب دي قلت لك انا وضحت لك الفرق ما بينهم. احنا قلنا في تي اس اي يبقى دي بنسبه مليون في المية دي تبقى سالمونيلا.
حلو. طيب ماشي. نون لاكتوز فيرمنتر يا عم وفيها تي اس ار. طب اللي كان عندها حته سودا تحت دي مين؟ قال لك دي يا عم يا اما السالمونيلا تايفي يا البارا تايفي بي. افرق ما بينهم ازاي؟ الاسيد والاسيد والجاز. طب دي في اسيد وجاز اهي، دي اسيد وجاز، يبقى دي البارا تايفي بي وانت مغمض. ماشي. طب لو جاب لك الصوره دي في الامتحان وجاب لك الانبوبه زي ده، انبوبه زي دي كده، بس زود لك نقطه تي اس اي وحط لك تحت حته سودا، يبقى ده التايفي. يا رب تكون وضحت كده. فيرمنتيشن للجلوكوز والمالتوز والمنايت تطلع مين؟ اسيد وجاز. والاتش 2 اس بيعمل بلاكننج للتي اس ار. طيب ده مين؟ ده الفيدال تيست. خلاص اهو. يبقى دي طب الحته دي اسمها ايه؟ دي اسمها تيوب اجلوتينيشن تيست، في اجلوتينيشن تحت ده. طب التتر بتاعي هنا مين؟ التتر لغايه هنا يوصل اكتر هايست ديوريشن الهايست. التتر بتاعي في الحاله دي مين؟ 1 على 160. هتقول لي ليه يا دكتور؟ اقول لك يا ابني اهو، اعلى تتر مديك اعلى تخفيف مديك ايه؟ مديك ترسيب، هو ده. انما دي مفيش فيه ترسيب، ولا ده ولا ده ولا ده. يبقى دي التتر بتاعي 101 على 160. طب لو الترسيب هنا يبقى التتر بتاعي 1 على 100 320. اسم التيست ايه؟ تيوب اجلوتينيشن تيست، ترسيب في انبوب. بيستخدم في الفيدال تيست. الفيدال تيست بيستخدم عشان اشخص مين؟ الحمى التيفوديه والباراتيفوديه. ماشي الكلام. اخر 3 اسئله. بقول لك يا عم انت اديك الفيدال تيست الريبورت ده، قلت لك دي مين؟ التي او 1 على 40 والتي اتش 1 على 40 والباراتيفي اي اتش 1 على 40، انما الباراتيفي بي 1 على 320. بص احنا بنشخص زي لما يكون واحد معدي على 1 على 160 يبقى انت مصاب بالحاجه دي. خلاص اهو. الانتربريتيشن قال لك ده باست انفكشن. باست انفكشن ليه؟ لان الاو مش 1 على 160. خلاص. طيب يبقى ده باست انفكشن والسالمونيلا باراتيفي بي. طب تعالى ناخد اللي بعده. الاو 1 على 320 والاتش 1 على 160. خلاص اللي هو الطيفي. ماشي. ده الباراتيفي ايه والباراتيفي بي. الاتش يا عم الحاج بتاع الطيفي 1 على 160 والاو يا سيدي 1 على 320. الاو يا عم الحاج يقول لك ان انت مصاب الوقت، يبقى ده اكيوت انفكشن. والثاني سالمونيلا ده الطيفي، لان الطيفي هي اللي كبيره. طيب انما ده مين؟ انما ده باست انفكشن. باست انفكشن ليه؟ لان المفروض ان هو اتش بس ما جاتش، هما ما كتبوهاش. خلاص. حلو حلو. مش قلت لك هم 5؟ هو بيكتب لك هنا 4. الاتش ما بيكتبها لكش. بس الاتش لو ما كتبها لكش وانت عندك الاو قليله يبقى انت اكيد كنت باست انفكشن، عدوى قبل كده. تمام. ده كل مين؟ ده كل اللي جه عندنا في جزء مين؟ جزء العمل. طب تعالى يا سيدي كمان نحل شويه الاسئله اللي جم دول كمان. خلاص. دي يا عم الحاج حاجه صفرا قدامك، يبقى ده مين؟ دي السالمونيلا يا عم الحاج، سالمونيلا والشجل. ليه؟ لان ده مين؟ ده الماكونكي ودي نون لاكتوسيرمين. طب دي يا عم الحاج 3 يبقى دول الشجل. طب دي اسمه ايه؟ الشوجر فيرمنتيشن تيست. اول واحده بس يبقى دي بكتيريا واحده اللي هي الديزنتيريا. لو الاثنين يبقى فليكسينيرو وبويدي، لو الاخيره بس يبقى سونيا الخام. حلو. ده تيست يا عم الحاج. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا عم الماكونكي اللي قدامك ده عنده ايه؟ ده نون لاكتوز فيرمنتر برضه. طب دي يا عم الحاج 4 يبقى دول بتوع السالمونيلا ودي نون لاكتوز فيرمنتر، وانا شايف اهو يا عم ان دي تايفي. ليه؟ لان مفيش فيها فقاقيع. طب الفيدال بس اللي عايزين ندرب نفسنا عليه اسمه تيوب اجلوتينيشن تيست، وبيشخص مين؟ بيشخص التيفويد فيبر وباستخدامه في الفيدال تيست. طيب حلو. لو انت عندك فيدال او 4 الاو عاليه يبقى ده انت اكيوت انفكشن، يبقى ده جبت نص الاجابه اكيوت. خلاص. اجيب اكيوت منين بقى؟ اكيوت منين؟ من البارا تايفي ايه، يبقى ده اكيوت من البارا تايفي ايه. كانها لعبه بازل كده. حلو. طب ديت الاو مش عاليه يبقى انت اكيد باصت. لو مش عاليه يبقى انت باصت. عاليه يعني اكتر من 160 او 160. طيب البارا تايفي بي يبقى انت مصاب باست انفكشن من البارا تايفي بي. حلو. طب ديت يا عم دي لاكتوز فيرمنتر، يبقى دي الاشيريشيا كولاي. طيب دي كله اصفر يبقى دي الاشيريشيا كولاي اسيد سلانت واسيد بوت. ده الانفيك يبقى دي الاشيريشيا كولاي. حلو الكلام. ده يا عم الحاج الجلوكوز والمنوت والمنايت والكلام ده كله. تمام. والتي اس ار.
تمام. دي نفس الكلام تي اس اي بس ده اسود وده اسود. هنفرق ما بينهم ازاي؟ بالحته الايه، الحته اللي فيها الايه، اللي فيها الفضه، دي بقى فيها فضه اهي، يبقى ده بره طيف بي، انما دي مين؟ انما ده الطيف. ماشي الكلام. التتر اكتر اخر حاجه فيها ايه؟ فيها راسب اللي هي 1 على 160 هنا. بعد كده يا سيدي اهو دي الشجل. الشجل اعرفها منين؟ سيبك من التيست ساي خالص. خلينا 3 انابيب وشجر فيرمنتيشن. لو انبوبه واحده يبقى ديزنتير، 2 يبقى فليكسين روبويد، اخر واحده يبقى سونيا. خلاص، دي يعتبر دي اصعب حاجه فين؟ في الجزء. لو فهمت الاجزاء ديت يبقى احنا كده ايه؟ كده احنا خلصنا ان شاء الله. بالتوفيق يا دكاتره ان شاء الله. ولو محتاجين اي حاجه كلموني باذن الله. نحاول ننزل كمان في اجزاء كمان، نحاول ننزلها الصعبه اللي انتوا قلتوا عليها. وبالتوفيق ان شاء الله. سلام عليكم.